ناس كتيرة بتبعت لي وبتطلب مني ان انا اعلق على اول ايجيبشن سنجل مام او اول واحدة في مصر تكون ام من غير ما يكون عندها زوج. هو مبدئيا انا مضايقني فكرة ان الناس عايزاني اعلق على الموضوع ده، علشان انا عارف هم عايزيني اعلق علشان يحكموا عليا انا كمان، ويشوفوا هم هيصنفوني هيحطوني في انهي معسكر، المعسكر اللي مع ولا المعسكر اللي ضد. مش دوري ان انا احكم على حد، ولا دوري ان انا اقول ايه الصح وايه الغلط، ولا انا دوري اقول ربنا هيعمل فيهم ايه. احنا كبني ادمين كل واحد عنده بلاويه، وكل واحد من جوه قلبه من جوه عقله هو عارف هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه. والاهم من كده ان ربنا عارف كل واحد فينا بيعمل ايه وما بيعملش ايه. مش دورنا احنا كبني ادمين ان احنا نقعد نحاسب بعض، وان احنا نقعد نظلم بعض، وان احنا نقعد نحكم على بعض. احنا بجد بننسى احنا بنعمل ايه. احنا بنقعد نطلع كل بلاوينا على الناس اللي حوالينا. يعني احنا بنقعد نحكم على بعض علشان نداري البلاوي والمصايب اللي جوانا واعمالنا المهببة. ايه الفكرة يا جماعة؟ ان انتوا بتتفننوا وتتلذذوا بان انتوا تصنفوا وتحكموا على كل الناس، مع ان تصنيفكم او حكمكم عليهم ده بيركبكم انتوا شخصيا معاصي، وانتوا فاكرين ان انتوا بيعملوا كده باسم الدين. تاني، انا مش رأيي ان انا احكم على البنت دي واحكم على ايه اللي هي بتعمله، ولا احكم ان يوم القيامة قرب ان احنا نبقى عندنا ايجيبشن سنجل مام والناس ما فخورة بيها، ما انتوا الكفار وانتوا الفاسقين والبلد دي ربنا هتروح فين والحاجات دي كلها. فاللي انا اقدر اقوله ان مبدئيا انا اصلا معرفش البنت دي حقيقيه ولا دي قصه اعلاميه بص العصفوره ستايل. وحتى لو البنت دي حقيقيه هي ادرى بالمشوار اللي هي خدته، فانا مش هحكم على البنت دي ومش هقول رايي في اللي هي عملته، لان ده مش دوري ولا دور اي حد، ولان هي اللي هتعيش القرار ده، وهي اللي هتخوض التجربه دي، وهي اللي هتتحمل العواقب اللي هتيجي من وراه. وما عنديش اي فكره عن حياتها، لان مهما حصل ومهما عرفت معلومات ومهما قريت جرايد احنا عمرنا ما هنقدر نخش جواها، وعمرنا ما هنقدر نتفهم موقفها، ولا عمرنا هنتفهم احساس ام حامل بتعمل القرار ان هي تسقط ابنها. ما نقدرش ابدا نحكم على واحدة مهما كانت ظروفها. ما نعرفش هي في العالم ده لوحدها ولا لا، ما نعرفش جوه عقلها اللي جوه بطنها ده هو املها في الحياة ولا لا. فاحنا ماسكينها وبنتبعها هي وابنها واللي يتشدد لها، وناسيين الكلب الجبان الندل اللي هو عمل فيها كده. ودايما احنا بناخد صف الراجل ونيجي على الست مهما كانت الاسباب، وده بيقول كتير عنا كمجتمع وكبشر. وبنتعامل مع الموضوع يا شعب زياط كالعادة ان هي اول مرة تحصل، وناسين كل العيال اللي بتترمي في الزبالة، وناسين كل العيال اللي بتترمي على باب الجامع، وناسين كل العيال اللي بتترمي في الشارع، وناسين اطفال الشوارع، وناسين العلاقات اللي بتحصل ما بينهم وما بين بعض في الشارع، وناسين البنات اللي منهم اللي بيحملوا ويخلفوا في الشارع ويربوا عيالهم في الشارع على اساس ان دي اول مرة تحصل في مصر. طب هو فين مبادئكم وفين اخلاقكم وفين الشعارات اللي انتوا رافعينها في كل حتة دي؟ ايه رأيكم في ده وانتوا قاعدين مغمين عينيكم وفالحين قوي تنظروا وتحكموا على البني ادمين؟ سيبوكم البنت اللي جابت الولد من غير جواز شرعي وعايزة تربيه وتبقى سنجل مام، وانتوا مش عاجبكم خلاص مش مهم البنت دي. وسيبوكوا يا عم من الاطفال اللي بتترمي في الزبالة والاطفال اللي بتترمي على بيبان الجوامع، وهنقول ان هي اصلا ما بتحصلش وانا مغيب واحنا زي الفل. تعالوا نتكلم على السنجل مام المطلقة او الارملة او اللي طلع عين اهلها او اللي اتضربت واتحبست واتظلمت واضطرت تتنازل عن كل حاجة علشان تاخد حريتها بعد ما اتجرجرت في المحاكم هي وعيالها. وقولوا لي ايه رأيكم يا مجتمع؟ ايه رأيكم في ده؟ بتعملوا لهم ايه؟ واقفين جنبهم ولا مش واقفين جنبهم؟ بتحكموا عليهم ولا ما بتحكموش عليهم؟ مخلين حياتهم جحيم ولا لا؟ من اي راجل بيعرف ان واحدة مطلقة او واحدة ارملة ما بيعتقهاش على اساس انه اي واحدة كانت متجوزة ومش متجوزة خلاص بقت مشاع اي حد يعمل اللي هو عايزه. حد بيسأل على ظروفهم الاجتماعية؟ حد بيشوف هم محتاجين حاجة ولا لا؟ حد بيسأل عن ظروفهم النفسية هم وعيالهم؟ حد سألهم بتدبروا العيشة ازاي؟ بتشتغلوا كام شغلانة علشان تعرفوا تصرفوا على عيالكم؟ ومش بس كده، فوق كده عندكم مسؤولية البيت وتنظيف البيت والعيال واكل العيال وصحة العيال وتعليم العيال ومذاكرة العيال ومشاكل العيال ولوحدكم. طب ما دام انتوا شاطرين وبتحكموا حلو قوي كده، طب ما تقولوا لي ايه رأيكم في الاب اللي رامي عياله ونسيهم وسايبهم؟ ايه رأيكم في الاب اللي مبهدل طليقته عشان تاخد منه ملاليم ما تكفيش اصلا الاسبوع؟ ايه رأيكم في الاب اللي بيقعد يخطط ويدبر ازاي يحرم الام من عيالها
وازاي يحرم العيال من حياتهم ومن سفرهم ومن متعتهم ومن تطورهم. رأيكم ايه في القوانين اللي موجودة والحقوق المسلوبة والمعاناة اللي محدش حاسس بيها؟ ايه رأيكم في مجتمع الأم اللي بتعول أو الأم اللي ما عندهاش حد يساعدها في التربية والصرف على العيال، بالطول بالعرض بتربي العيال وبتبقى أبوهم وأمهم وأخوهم وصاحبهم ومديرهم وخدامهم؟ كتير منهم عندهم الإحساس بالضياع، كتير منهم أقسم لكم بالله بيتمنوا الموت. بيقعدوا يسألوا نفسهم ويسألوا اللي حواليهم أعمل إيه؟ أبدأ منين؟ أصرف على أولادي إزاي؟ أنا كارهة نفسي، كارهة الحياة، كارهة الناس، كارهة العيشة واللي عايشينها. أنا فاشلة، أنا ضايعة، ولادي بيضيعوا، أنا مش هقدر أكمل لوحدي، أنا رافضة الوضع اللي أنا فيه، أنا حاسة إني اتكسرت، أنا عايزة أموت. دي كلمات حقيقية من ستات حقيقية بتعول وماشية طريقها لوحدها وبتستغيث من مجتمع أطرش وأعمى القلب والبصيرة. فالحين قوي تقلبوا الدنيا وتكفروا الناس وتحكموا عليهم. طب ما تبصوا على المحتاجين ان احنا كمجتمع كامل نقف جنبهم ونشيلهم على راسنا. بس ما فيش حد فارق معاه حد، ومفيش حد بيبص على نفسه وعلى بلاويه وعلى معاصيه وعلى دنيته. السنجل مامز محتاجين دعم نفسي رهيب، ولو احنا مجتمع بجد يعرف ربنا لازم نخلي السنجل مام عندها قدرة اعلى بكتير على مواجهة تحديات الزمن المهبب اللي احنا فيه. رجالة بشنبات بيعيطوا بالدموع مش عارفين يدبروا الامور ازاي. فاحنا لازم نقف جنب الشريحة الرهيبة الكبيرة جدا من المجتمع اللي عمالة بتكبر دي ونساعدهم يلاقوا حلول لمشاكلهم، ونحط قوانين تحميهم هم وعيالهم عشان مستقبلنا ومستقبل عيالنا ومستقبل بلدنا. لو احنا فعلا فارق معانا مستقبل، لما صدقنا قضية البنت اللي هي الفاسقة الفاجرة الماجنة اللي عندها الشجاعة ان هي ما تضحيش بضناها عشان خاطر حد تاني باعها او عشان خاطر هي غلطت، بس كلنا بنغلط ويرحمها برحمته، وهو الوحيد اللي أدرى بنيتها وهو الوحيد اللي أدرى بنهايتها وحسابها، مش أي حد تاني. عاجبكم أو مش عاجبكم، ولو مش عاجبكم عايزكم تقولولي رأيكم في حاجة. أخبار الحرامية إيه؟ وأخبار النصابين؟ وأخبار اللي بيخطفوا العيال؟ وأخبار أكالي الحق؟ وأخبار تجار المخدرات؟ وأخبار اللي واكلين مال اليتيم؟ وأخبار المتحرشين؟ وأخبار المرتشين؟ وأخبار البلطجية؟ وأخبار المجرمين؟ مش شايفكم بتحكموا عليهم يعني، مش شايفكم بتواجهوا حد فيهم. فين الرحمة؟ فين الأدمية؟ لما تيجي تبص على موقف زي ده من بره، مع احترامي للجميع، مفيش أي حل تاني غير ان انت تقول يا مجتمع فاشل، يا مجتمع منافق، يا مجتمع جاحد، يا مجتمع غلاوي، يا مجتمع قاسي، يا مجتمع شرير. غصب عنك هتقول كده، وغصب عنك لازم تفكر انه ده غضب ربنا نازل علينا، غضب ربنا بسبب أعمالنا، بسبب طريقتنا مع بعض، وبسبب حقدنا وغلنا وشرنا. البلد دي مش هيتصلح حالها من غير ما ان كل واحد فينا يبدأ بنفسه، كل واحد فينا يبقى بجد عايز الخير ليه أولا، عشان أنا راجل واقعي، بس للناس اللي حواليه كلها. عمرنا ما نتمنى الشر لحد، لأن طول ما احنا بنتمنى الشر هنفضل عايشين طول عمرنا في شر.